من آلاف السنين المصريين القدامى بنوا الأهرامات بطريقة محدش قادر يفهمها لحد النهاردة. لكن اللي أغرب من البناء نفسه هو اللي تحتها، في شبكة أنفاق غامضة جدا. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. بيقولوا إنها بتبدأ من تحت الهرم الأكبر وتمتد لعشرات الكيلومترات تحت الأرض. أنفاق ضيقة مظلمة محدش يعرف نهايتها فين، وكل بعثة بتحاول تدخلها بيحصل معاها حاجات غريبة جدا. أجهزة الاستشعار بتتعطل، البوصلات بتدوخ، والأغرب إن في ناس فعلا اختفوا جوه الأنفاق دي ومحدش عارف مصيرهم إيه. بعض العلماء قالوا إنها مجرد ممرات تهوية أو مقابر فرعية، لكن في باحثين تانيين شايفين إن الأنفاق دي أقدم من الهرم نفسه، يعني كانت موجودة قبل ما الهرم يتبني. تخيل. وفي خرائط قديمة اتسربت بتوضح إن الأنفاق دي ممكن توصل لنهر النيل، وكأنها شبكة سرية بتربط بين أماكن مقدسة في الجيزة. لكن ليه محدش قادر يوصل لنهايتها؟ في روايات بتقول إن فيها أبواب حجرية ضخمة مقفولة بطريقة هندسية معقدة جدا، ومفيش أي حد قادر يفتحها. وفي اللي بيقول إن المصريين زمان استخدموا الأنفاق دي لأغراض روحانية أو لحماية أسرارهم من أي غزو أو سرقة. واللي أغرب إن لحد النهاردة الأنفاق دي محظور دخولها من غير تصاريح خاصة، ومفيش صور واضحة ليها. كل اللي بنسمعه مجرد تقارير وشهادات من بعثات استكشافية. فالسؤال اللي لسه محدش عنده إجابة عليه، إيه اللي موجود تحت أهرامات الجيزة؟ هل فعلا في حاجة مخفية، ولا هي مجرد الصورة اتضخمت مع الزمن وخلاص؟ اللي مؤكد إن في سر مدفون تحت الرملة، ولسه ما جاش الوقت اللي يتكشف فيه الحقيقة كاملة. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك وما تبخلش علينا بالإعجاب، ولو عندك موضوع شبيه أو حاجة تانية تكتبها لنا في الكومنت، ممكن هي تكون موضوع الفيديو اللي جاي.